ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله ان شاء الله النهاردة نشرح اخر بارت من شابتر 4. اوكي. اتمنى ان ال- الفيديوهين اللي فاتوا تبقوا استفدتوا بيهم وسهل لكم الشابتر ده. يعتبر اهم من أهم، يعني اهم او من اهم الشابترز اللي عندنا، انه لامم رابط الدنيا كلها ببعض وفي تفاصيل كتير وكده. فبإذن الله يبقى سهل بالنسبة لكم والدنيا تبقى بسيطة وكويسة يعني. طبعا زي ما قلت لكم، اي حد عنده استفسار لاي حاجه يقدر يبعت لي، او يا اما يبعت لي على الواتساب، يا اما في الكومنتس عندي، مفيش اي مشكله. تمام. او تسال على الجروب وهرد عليك برضو، مفيش اي مشكله. آه، باذن الله النهارده نشرح زي ما قلت لكم اخر بارت من شابتر 4. اوكي. تمام. في اللي فات احنا اتكلمنا عن الايه، اتكلمنا عن البيج داتا والسورسز بتاعتها، ويعني ايه بيج داتا اصلا، وايه خصائصها والكلام ده كله. اوكي. ويعني اتمنى انها تبقى اتبسطت لكم على قد ما قدرت يعني. النهارده ان شاء الله نتكلم على حاجه اسمها database management systems. اوكي. مبدئيا كده، احنا علشان احنا عندنا database، اوكي، عشان نتعامل معاها محتاجين لها مانجمنت سيستم، نظام إدارة. اوكي. فعشان كده بقى عندنا الداتابيز مانجمنت سيستم، او الدي بي ام اس. اوكي، ده اختصارا ليه. تمام. ايه هو الدي بي ام اس او الداتابيز مانجمنت سيستم؟ ده برنامج، تمام، او ممكن يبقى اكتر من برنامج مع بعض، بتساعد في انك تعمل الداتابيز او تديرها. تمام. او تستخدمها اصلا، يعني دي اللي بتساعدك انك تستخدم وتدير وتعمل الداتابيز. اوكي. تمام. فهي تعتبر الوسيط بينك وبين الداتا، علشان تقدر ايه تضيف عليها حاجة او تعدل حاجة، او تبحث عن حاجة معينة جوه، يعني في داتا معينة عايز توصل لها. فهي الداتابيز مانجمنت سيستمز دي اللي بتساعدك انك تخش الداتابيز، تقدر تشوف مش تساعدك انك تخش الداتابيز، تساعدك انها تطلع لك الحاجه اللي انت عايزها من الداتابيز. اوكي. او تساعدك في انك تعمل التعديل اللي انت عايزه على الداتابيز، سواء هتعدل حاجه، هتضيف حاجه، هتشيل حاجه، عايز تبحث عن داتا معينه جوه. فهي الداتابيز مانجمنت سيستمز دي اللي بتساعدك. اوكي. ف وهي طبعا بتعرض الداتا بشكل مبسط. اوكي. فالمهم، ايه ليه الداتابيز مانجمنت سيستمز مهمه؟ علشان هي اللي بتقول لك يعني الداتابيز دي اللي عندك دي بتخدم احتياجات الشركة عندك ولا لا. اوكي. تمام. يعني انت عندك داتابيز، فانت الداتابيز بالنسبة لنا هتبقى حاجة معقدة أوي ان احنا نتعامل معاها بشكل مباشر، فبنتعامل معاها عن طريق الايه، الدي بي ام اس او الداتابيز مانجمنت سيستمز. تمام. فهي عن طريق ان احنا بنتعامل معاها عن طريق الدي بي ام اس، بنعرف هل الداتابيز نفسها بتخدم احتياجات الشركة او بتحقق اهدافها، او مفيدة عامة لينا، ولا فيها حاجات ناقصة كده يعني. اوكي. تمام. طبعا في انواع كتير من الداتابيز وكده، بس ده مش علينا يعني. تمام. آه، الفكرة الأساسية عامة بتاعت الداتابيز إنها بتسمح لك إنك تدير الداتا بكفاءة عالية. تمام. و... وإنك تستخدم الداتا بتاعتها، إنك تستخدم الداتابيز. أوكي. تمام. فهي الوسيط زي ما قلنا، هي الوسيط بينك وبين الداتابيز. اوكي. وهي اللي بتسهل عليك التعامل معاها. تمام. معلش، انا كنت غلطت في حاجه وقلت ان احنا ما عندناش انواع داتابيز مانجمنت سيستمز. بس هي كانت غلطه بسيطه، بس معلش مركزتش. عندنا الفلات فايل، وده نوع من انواع الدي بي ام اس. اوكي. الفلات فايل ده عباره عن ايه؟ هو نوع بسيط من الداتابيز. تمام. هو بيقول لك بيزك تايب اوف داتابيز. تمام. ده بيشتغل على فايل واحد. اوكي. تمام. زي اكنك عامل جدول اكسل كده. فاهم قصدي؟ هي عبارة عن فايل واحد بس قدامك، ده الشغل ده اللي انت بتشتغل عليه. كيف هي نوع بسيط كده من الداتابيز اصلا، هو الفلات فايل ده. تمام. والبرامج اللي بتعمله مثلا ممكن حاجة زي مايكروسوفت وان نوت، ده شكل الواجهة بتاعته. تمام.
ده بيخليك مثلا تكتب ملاحظاتك وتنظمها كأنها داتابيس صغيرة كده او بسيطة. اوكي، يعني انت عندك حاجات كتير، او انت يا عم شخص مهم ماشي، عندك جدول، فبتقوم عامل نفسك كده جدول كبير بمهماتك وتاسكاتك والكلام ده كله. تمام. فانت مثلا تقوم عامل ايه، داخل على مايكروسوفت وان نوت ده، تكتب بقى الايه النوتس بتاعتك، الكلام ده كله، شوف انت محتاج تنظمها ازاي على حسب مزاجك بس. فهي ده نوع من انواع الدي بي ام اس، اللي هو الفلات فايل. ومن امثله الابلكيشنز اللي بتعمل ده، او البرامج اللي بتعمل ده، المايكروسوفت وان نوت. اوكي تمام. وزي ما قلنا مايكروسوفت وان نوت ده بيخليك تكتب ملاحظاتك بس وتنظمها كده كأنها ايه، داتابيز بسيطه. اوكي تمام. تمام. وعندنا حاجة هنا اسمها multiple users أو multi user databases، يعني ممكن نقول كده وممكن نقول كده. تمام. دي نوع من أنواع ال DBMS المصممة إنها تخدم فريق عمل كبير أو مؤسسة. تمام. بتحتاج إنها تشير الداتا بينها وبين بعضها. تمام، بشكل مستمر، يعني بشكل إيه، ما ينفعش يقف. تمام. ف دي من انواع الدي بي ام اس اللي بتساعد المؤسسات الكبيره او فرق العمل الكبيره، ان الموظفين كلهم يبقوا مثلا عايزين يشيروا داتا من الداتابيز دي. المالتي يوزر داتابيسز دي بتساعد الشركات والفرق العمل الكبيره انها تشير الداتا بينها وبين بعضها وكده. تمام. وطبعا بتبقى متوفرة، إنها هي أنظمة متطورة جدا. تمام. ففي شركات كبيرة طبعا بتوفر الأنظمة دي، زي أوراكل وأي بي إم. أوكي، دي زي مايكروسوفت كده، بس مايكروسوفت احنا قلنا مايكروسوفت وان نوت ده، يعني وان نوت يعني الابلكيشن بتاع وان نوت ده من مايكروسوفت، وده حاجة بس بسيطة بتشتغل على الايه، على الفلات فايل. تمام، ده حاجة مبسطة كده من الايه، من الداتابيز. تمام. انما المالتي يوزر داتابيز دي محتاجه حاجه كبيره، حاجه اقوى شويه، حاجه اكبر شويه. تمام. فمن شركات تانية زي اي بي ام او اوراكل. اوكي تمام. دلوقتي عندنا حاجه اسمها السكيما. السكيما دي هي يعني ملخصه كده عباره عن ايه، هي بتضم اللوجيكال والفيزيكال ديزاين والاي ار دايجرام. تمام. يعني ايه، يعني فاكرين اللوجيكال والفيزيكال ديزاين اللي اتكلمنا عليهم في الاول، في البارت اللي فات تقريبا. ما قلنا ان اللوجيكال ديزاين ده تصميم او الديزاين بتاع الداتابيز، بس ايه، من قبل ما يتنفذ انت بس بتصممها، وب... بت... بتحط اقتراحات لتصميمها. اوكي. فيزيكال ديزاين ده بقى التصميم الايه، الفعلي او التنفيذ. اوكي. وقلنا الاي ار دايجرام ده الانتيتي ريليشن شيب دايجرام، وده اللي بيوصف لنا الريليشن شيبس بين الايه، بين الانتيتيز الكتيره. اوكي. المهم يعني السكيما هي بتضم الثلاثه دول مع بعض، اللوجيكال والفيزيكال ديزاين والاي ار دايجرام. تمام. هي السكيما بقى، هي دي بقى طريقه التصميم بتاعت الداتابيز. اوكي. احنا قلنا ان الداتابيز بتصمم بايه، لوجيكال وفيزيكال ديزاين، اوكي، واي ار دايجرام. تمام. فهي السكيما بقى بتضم الثلاثه، فعشان كده هي طريقه التصميم بتاعت الداتابيز هي السكيما. اوكي تمام. زي ما قلنا اللوجيكال ديزاين هي فكرة التصميم، الفيزيكال ديزاين هي تنفيذ فكرة التصميم، والاي ار دايجرام ده اللي بيظهر الريليشن شيبس بين الانتيتيز وبعضها. اوكي. احنا كده خلصنا الصفحة دي، ننتقل ايه على اللي بعدها. مهم نخش دلوقتي بقى في حتة الايه، creating and modifying the database. اوكي. اللي انت ازاي تعمل database، او ايه الادوات اللي انت بتحتاجها عشان تعمل database، و وانك تعمل عليها موديفاي. اوكي. اول حاجه احنا عندنا حاجه اسمها DDL او Data Definition Language، ودي عباره عن commands و instructions. تمام. instructions and commands. تمام. هي اللي بتستخدم عشان نعمل الداتابيز. اوكي. هي اللي بتعرف وبتوصف الداتا والعلاقه بينها. تمام. والعلاقه بين الايه، بين الداتابيز. اوكي. ف ال DDL هي عبارة عن instructions و commands. يعني ايه، يعني كده خليني اقول لكم انها شبه لغات البرمجة. تمام. بس احنا عايز اربط لكم النقطة دي ببتاعة شابتر 3 في الاخر كده، لما جينا اتكلمنا عن الليفل لانجوج. تمام. احنا عندنا الهاي ليفل لانجوج اللي هي كانت الثيرد جنريشن تقريبا.
كان ايه؟ كانت لغات البرمجه سي بلس بلس، جافا، جافا سكريبت، الكلام ده كله. تمام. كان بعدها، تمام، في الجيل اللي بعدها كان في الاس كيو ال والكلام ده كله. الداتا ديفينيشن لانجويج او الدي دي ال حاجه شبه كده. هي حاجه متطوره اكتر من لغات البرمجه، بس مخصصه انها تتعامل مع الداتا والداتا بيز يعني. اوكي. تمام. يعني هنا انت لو تاخد بالك، تمام، انت هنا هو دي كلها انستراكشنز، بيقول له كرييت تيبل مش عارف كذا كذا كذا. تمام. مش عارف ديبارت اي دي نمبر، مش عارف ديبارتمنت ديبارتمنت اي دي نمبر كذا كذا. فدي كلها انستراكشنز وكوماندز اصلا. تمام. كل دي يعني دي الحاجات اللي بيعمل بيها الداتابيز. تمام. ما بياخدش هو سي ان وسي اوت ولا برنت اف وسكان اف والكلام ده كله. اوكي. فعشان كده هي الجنريشن بتاعها اعلى من الايه، من الجنريشن بتاع لغات البرمجه، لانها مفهومه اكتر للبشر. اوكي. انت بتكتب الكلام انجلش انجلش، ما فيهوش اي حاجه غريبه. اوكي. فالدي دي ال زي ما قلت لكم هي شبه لغات البرمجه، بس هي حاجه متطوره عنها يعتبر، ومخصوصه اكتر انها هي اللي تكريت الداتابيز. اوكي. وتتعامل معاها. تمام. زي ما قلنا هي عباره عن instructions وكوماندز. تمام. عندنا حاجه انا مش عارف انا معمي عنها ولا ايه، بس اقسم بالله ما اعرف هي مش مكتوبه ليه هنا. صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. تمام. في حاجه اسمها دي ام ال او داتا مانيبيوليشن لانجويج، دي الدكتوره كانت قالت عليها. تمام. دي اللي بتخليك تقدر تعدل على الداتابيز. تمام. انك تعمل حاجه ديليت او تعمل لها ديليت او انسيرت او تابديت عليها حاجه. تمام. ففي حاجه اسمها دي ام ال او الداتا مانيبيوليشن لانجويج، دي اللي بتساعدك انك تعدل بقى على الداتا. اوكي. يعني انت دي الدي دي ال. اوكي. الدي دي ال انت استخدمت الدي دي ال علشان تكريت الداتابيز. عشان تعدل عليها بقى محتاجه حاجه اسمها دي ام ال. اوكي. هي مش مكتوبه هنا اعتقد. تمام. بس الدكتوره كانت قالت عليها فقلت اقولها لكم. اوكي. فهي دي اللي بتخليك تعدل على الداتابيز. يعني ايه؟ تعمل تديليت حاجه منها، او تعمل انسيرت لحاجه، او تابديت حاجه جواها. اوكي. فدي الدي ام ال. تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها داتا ديكشنري. تمام. داتا ديكشنري انتري او داتا ديكشنري يعني. يعني ايه داتا ديكشنري؟ ده خلينا نقول انه زي كتالوج فيه تفاصيل الداتا. تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا هنا بيقول لك مثلا ايا كان ده ايه، prepared by مين كذا كذا. تمام. اسم الراجل ده يعني. تمام. الديت في يعني تاريخ ايه، مثلا اهو مكتوب التاريخ. بعدها مش عارف ديت ايه، ديت كذا كذا كذا. فانت عندك ده يعتبر اكنه كتالوج وجواه تفاصيل الداتا. تمام. يعني دي كتالوج وجواه داتا، فدي تفاصيل الداتا. تمام. اللي عندك. تمام. فالداتا ديكشنري دي حاجه جوه الداتابيز يعتبر، بس ايه، دي فيها تفاصيل الداتا. تمام. يعني نعتبرها ايه، ممكن مش فعلا، بس خلينا نبسطها اكتر. اكنها الانتيتي والاتريبيوت. تمام. كنا عندك ده الانتيتي وده الاتريبيوت بتاعته. تمام. او الداتا ايتم. تمام. دي حاجات احنا قلناها في اول بارت وتاني بارت. تمام. لايه؟ عشان لو ما شافش او اللي ما ركزش فيها يشوفها تاني او يقراها من البي دي اف. تمام. فالمهم خلينا نقول انها عامله زي الانتيتي والاتريبيوت. اوكي. ان دي داتا ديكشنري ده جواه تفاصيل الداتا او كتالوج للداتا. تمام. انت عندك كتالوج بتعرف منه كل حاجه. عايز تعرف بريد باي مين، عايز تعرف الديت مش عارف ايه، عايز تعرف ديسكريبشن، عايز تعرف الداتا اليمنت نيم اصلا اسم الداتا او اسم الداتا اللي عندك ايه. فده كله اكنه كتالوج بس بيوصف لك الداتا وفي تفاصيل الداتا. اوكي. فدي الحاجه المهمه اللي نعرفها هنا يعني. اوكي. ننقل للصفحه اللي بعدها. تمام. عندنا حاجة اسمها storing and retrieving data. تمام. هنا بنعرف الرول أو الدور بتاع ال DBMS في إنها تعمل store أو retrieve للداتا. أوكي. إنها تخزن أو تسترجع الداتا. أوكي. وتنظم الأكسس ليها أو الوصول ليها يعني. تمام. ف مثلا على مثال الداتا ريتريفنج. عندك مثلا انت عايز، عندك برنامج معرض سيارات. طب برنامج في معرض سيارات. اوكي. بيسأل انت محتاج معلومة معينة زي سعر مثلا موتور ايه 6 سلندر. اوكي. فبيبعت طلب للدي بي ام اس. تمام. ففي مسارين بيسلكوا الدي بي ام اس ده. تمام.
اول حاجه في عندنا اللوجيكال اكسس روت، تمام، وده المسار المنطقي. ده اللي بيقول مثلا البرنامج بيقول الدي بي ام اس هات لي سعر الموتور ده فبيجيبه على طول. اوكي. المسار الفعلي او مثلا نقدر نقول عليه ما وراء الكواليس اللي اسمه الفيزيكال اكسس باث، تمام. ده الدي بي ام اس، تمام، بيروح لسه مكان التخزين، مكان الستورج او اللي بيستور فيه الداتا، تمام، زي الهارد مثلا، زي الهارد ديسك، تمام، ويجيب المعلومة المطلوبة ويعرضها لك. اوكي، تمام. خلينا نبسط اللي احنا لسه قايلينه ده دلوقتي. انت عندك الدي بي ام اس بيسلك مسارين، في مسار لوجيكال ومسار فيزيكال. اللوجيكال اللي بيجي في بالنا ان هو ايه، الدي بي ام اس بيجيب سعر الموتور على طول. الفيزيكال ان الدي بي ام اس بيروح المكان اللي بيستور فيه الداتا اللي هو الهارد ديسك، تمام، ويجيب منه المعلومة المطلوبة. اوكي. فده دور الدي بي ام اس في انه يسترجع الداتا. اوكي، يسترجع الداتا المتخزنة، تمام. دلوقتي عندنا حاجة اسمها مشكلة الوصول أو concurrent access problem، تمام. دي بتحصل لو أكتر من برنامج بيحاول يغير نفس الداتا في نفس الوقت، تمام. يعني إيه؟ فممكن تحصل مشاكل. يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا عندي مخزن فيه منتجات. أوكي، في مثلا مثلا منتج غذائي. أوكي، فعندي مثلا في المخزن ده 200 كرتونة، تمام. دلوقتي انا المخزن، انا بعت من ال 200 كرتونه دول او خرجت منهم ايا كان، خرجوا من المخزن، خرج من المخزن 10، تمام. ففي برنامج هيخش على الداتابيز بتاعتي، تمام، الدي بي ام اس، تمام، هيغير العدد بتاع المخزون، هيقلل منه 10. اوكي، تمام. في نفس الوقت اللي انا مثلا بعت فيه، او في نفس الوقت انا خرجت فيه ده، ال10 كراتين بتوعي مثلا دخل لي شحنه فيها 200 كرتونه جداد، تمام. فالمفروض في برنامج تاني هيخش على الدي بي ام اس هيزود المخزون ل 200 كرتونه. المشكله بقى فين؟ المشكله بقى لو العمليتين دول حصلوا مع بعض، انا جيت اقلل وازود في نفس الوقت، فهنا يحصل ايه؟ يحصل بروبلم، يحصل concurrent access problem. اوكي، اللي هي دلوقتي البرنامج واصل له انه سوري، الداتابيز وصل لها انه المفروض تقلل وتزود في نفس الوقت، فيحصل هنا ايه؟ هنا المشكله اللي تحصل، تمام. فعشان كده الحل بتاعها تطبيق حاجه اسمها التحكم في التزامن او concurrency control. اوكي. ال concurrency control ده يعني ايه؟ دي الطريقة اللي بيها تحل المشكلة دي. يعني مثلا انت لو عندك دلوقتي عندك ال 200 شحنة دول، في اسمها concurrency control عشان محدش يقول لي ان انا ما بشاورش عليها. اوكي، دي طريقة، تمام، طريقة للحل بتاعت المشكلة دي. يعني مثلا دلوقتي بقى الطريقة دي هي عبارة عن ايه؟ انا عندي ال 200 شحنة دول هما داخلين. انا الاول يعني خرجت العشرة، تمام، خرجت العشرة بتوع الايه، بتوع اسمه ايه ده اللي انا خرجتهم ايا كان بقى، بعتهم او كده، تمام، خرجت ال10 كراتين اللي عندي. حلو كده، تمام. المفروض بقى البرنامج اللي يجي دوره ايه؟ البرنامج اللي بيقلل في الداتابيز في الدي بي ام اس، تمام. فالبرنامج اللي هيقلل قلل خلاص 10 كراتين من المخزن اللي عندي. بعد كده يجي دور البرنامج اللي بيزود، فيزود 200 كرتونة. اوكي. يعني بمعنى اصح انا بديهم ترتيب او ادوار اكنه طابور كده. العملية دي خلصت خلاص، اللي بعدها يخش دور يعمل العملية بتاعته وهكذا، تمام. انا عندي برنامج بيزود المخزون في الدي بي ام اس، تمام، خلاص هو خلص زود المخزون بالعدد اللي وصل له ايا كان هو ايه، تمام، خلاص دوره خلص. يجي اللي بعده، اللي بعده في حاجة قلت خلاص قل، واللي بعده وهكذا، تمام. فدي زي اكنك بتظبط العمليات بتاعتك على انها ايه، طابور. اوكي، كل برنامج بيعمل العملية بتاعته اللي هيعملها ويخلص دوره، واللي بعديه يستنى دوره وهكذا، تمام. فهي دي المشكلة ودي حلها. المشكلة اسمها ايه؟ concurrent access problem، تمام. الحل بتاعها اسمه ايه؟ concurrency control method، تمام. دي طريقة الحل بتاعة ال concurrent access problem، تمام. الفايدة بتاعت النظام ده ايه؟ انه بيضمن ان كل العمليات بتتعامل مع بيانات دقيقة ومنظمة، بدون تضارب، بدون ما ايه، ما يحصل اي خلل في السيستم بتاعي او كده. اوكي. فده بيضمن ان كل العمليات اللي انا عملتها تتعمل بشكل مظبوط ومنتظم، وان الداتا اللي موجودة تبقى يعني تتسم بالاكيوريسي بتاعتها. اوكي، تمام.
تمام، نيجي هنا بقى عند جزئية ال manipulating data and generating reports. اوكي. هنا الجزئية دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن دور ال DBMS في التعامل مع الداتا. تمام، بعد ما تتعمل لها ستور، اوكي، بعد ما تتخزن. تمام. فمجرد ما تركب ال DBMS، الموظفين والمديرين يقدروا يستخدموه ان هم يعرضوا تقاريرهم او عايزين يسترجعوا اي داتا او انفورميشن عليها. اوكي. يعني مثلا آه، لو شركة تبع براند اكل مثلا او كده، تمام، عايزة تعمل تقارير عن مكونات منتجاتها وكده، فبتستخدم الدي بي ام اس عشان تنظم الداتا بتاعتها. تمام. وتعمل التقارير المطلوبة بكل سهولة، وهنعرف ازاي يعني. اوكي. تمام. في حاجة اسمها كويري. تمام. او كويريز اللي هي استعلام البيانات، اللي هي طريقة طلب الداتا. تمام. الطريقة اللي بتريكوست بيها الداتا. تمام. بيجي عندك هنا حاجة اسمها query by example. دي الواجهة، الانترفيس، اليوزر انترفيس اللي بتتعامل معاها. اوكي. انت كيوزر بتتحدد الطلب بناء على انك بتدوس على الحاجات اللي انت عايزها في الشاشة اللي قدامك دي مثلا، تختار الداتا اللي انت عايزها. اوكي. تمام. دي حاجة اسمها query by example. query by example دي اليوزر انترفيس اللي انت بتتعامل معاها لما بتيجي تعمل queries او تريكوست داتا، عايز تطلب داتا. تمام. فدي الواجهة اللي انت بتتعامل معاها. اوكي. هنا عن طريقها انت بتحدد انك بتدوس مثلا على كويري 1 او كده، تبدأ تحدد الحاجات اللي انت عايزها. طبعا دي صورة، تمام، ما مش ما اتعاملناش احنا مع البرنامج ده قبل كده، بس المهم يعني انت بتحدد الطلب اللي انت عايزه بناء على ان انت بتدوس على الحاجة اللي انت عايزها. اوكي. في لغة للكويريز دي، او لغة انك تستعلم بيها عن الداتا، اللي هي الاس كيو ال. تمام. ال SQL دي زي ما كأنك بتكتب select from employee where job classification مثلا بيساوي C2. ده انت أكنك بتقول له هات لي كل الداتا عن الموظفين اللي وظيفتهم تصنيفها classification بتاعها C2. اوكي. ايا كان ده يعني دي تصنيف على حسب برضه الداتا بيز اللي انت عاملها. اوكي. مثلا انت يعني بلاش الاكزامبل ده، ممكن نقول مثلا انت كمدير شركة او حاجة او ايا كان، انت اللي بتطلب، عايز تعمل ريكوست لداتا معينة. اوكي. فانت عايز مثلا، انت مخزن الداتا، الموظفين مثلا بتوع مثلا انت شركة مقاولات، عندك المهندسين، انت عندك جروب مهندسين ما عندك. اوكي. فانت المهندسين دول موظفين عندك، انت مثلا مصنفهم تصنيف سي 2 ده مثلا. اوكي. انت مديهم تصنيف معين، ايا كان التصنيف ده انت مسميه ايه. اوكي. على الداتابيس بتاعتك. تمام. فانت بتقول البرنامج بلغة ال SQL انه مثلا انت عايز يجيب لك الداتا اللي ليها علاقة بالموظفين اللي في اللي تصنيفهم C2، اللي هم في الاخر الداتا بتاعت يعني هو بقى هيترجم دي الداتا بتاعت بتاعت المهندسين اللي انت عايزها. اوكي. لو انت مثلا شركة مقاولات، وده تصنيف المهندسين بتوعك، تصنيف جروب الموظفين بتوعك، انت مديهم تصنيف C2 ده مثلا. اوكي. فهي دي الفكرة بتاعتها. انت عندك حاجه اسمها كويري باي اكزامبل، دي اليوزر انترفيس اللي بتتعامل معاها. تمام. دي اللي بتطلب منها الداتا عن طريق ان انت بتدوس على القوائم بتاعتها. اوكي. اللغه اللي بتستعلم بيها عن الداتا، تمام، الاس كيو ال. تمام. ودي طريقه كتابتها. اوكي. دي طريقه كتابه فانكشن ليها. تمام. ايه الاس كيو ال دي اصلا، او ايه دورها؟ هي لغه بتستخدمها معظم الداتابيزز او اي داتابيز تقريبا. اوكي. وظيفتها انها تسترجع وتعدل، يعني عشان تسترجع وتعدل الداتا. هي زيها زي اكنها انستراكشنز وكده. اوكي. فيها فانكشنز جاهزه، تمام، عامله زي لغات البرمجه سي بلس بلس والكلام ده كله. تمام. فيها كوماندز وفانكشنز جاهزه. اوكي. زي مثلا انت عندك هنا في فانكشن افريج، دي اللي بتحسب الافريج بتاعت ايا كان الفاليوز اللي انت مديها، انت عايز تحسب الافريج بتاعتها. في عندك ماكسيمم، انها بتطلع لك اكبر فاليو، في مينيمم بتطلع لك الاصغر فاليو وكده. فدي كلها فانكشنز جوه لغه الاس كيو ال. اوكي. فهي شبه لغات البرمجه عندنا، بس زي ما قلنا من شويه، دي لغه متطوره اكتر. ليه؟ لان يعتبر كلامها كله انجليش. تمام. انت بتتعامل بشكل يعني ما فيهوش تعقيدات لغات البرمجه، هو حاجه متطوره عنها اكتر، واسهل بالنسبه للبني ادمين يعني. اوكي.
تمام. فعشان كده هي بالنسبه التصنيف يعني بتاع اللغات وكده، ان لغات البرمجه مثلا هي الجيل الثالث او الثيرد جنريشن، والاس كيو ال او اللغات اللي زي كده دي الفورث جنريشن او الحاجه المتطوره عنها. اوكي، ده اللي احنا قلناه في شابتر 3 في اخره، لو تفتكروا اخر حاجه في شابتر 3 خالص. تمام. المهم، في بقى مرحلة إنشاء التقارير، اللي احنا قلنا هنا ايه أصلا عنوان الصفحة دي: manipulating data و generating reports. احنا عرفنا ال manipulating data اللي انت دلوقتي أي عملية بتعملها على الداتا. تمام. عايز تسترجعها، تعدل عليها حاجة، الكلام ده كله. عايز تتعلم عن حاجة فيها، تعمل ريكوست لداتا معينة تطلبها انك تستخدمها في حاجة معينة. ده كل ده اسمه ايه؟ manipulating data. تمام. عندنا حاجة اسمها generating reports، دي عبارة عن ايه؟ انت بعد تخزين الداتا دي، الدي بي ام اس بيبدأ بقى يعمل لك تقارير مخصصة. تمام. او مش هو يعني، هو يقدر ده يعني، هي دي التول اللي تقدر بيها تعمل تقارير مخصصة مثلا. تمام. زي لو في تقارير مالية، تقارير ليها علاقة بالحسابات المالية عندك، انك توضح الحسابات الحالية او المتأخرة والكلام ده كله، اي حسابات عندك او كده، فبتبدأ تعمل تقارير عنها عن طريق الدي بي ام اس. انت بتستخدمه كتول تساعدك انك تقدر تعمل، انه يقدر يعمل لك تقارير مخصصة لكده. تمام. او تقارير حاله. يعني ايه تقارير حاله؟ انه مثلا بيتابع لك طلبات العملاء، يعني انت مثلا شركه شحن او حاجه، فبيتابع لك طلبات العملاء ايه اخبارها والكلام ده كله. اوكي. فاختصارا، على الصفحه دي، الداتابيز هي اسمه إيه ده، تول قوية جدا لتنظيم الداتا ودعم الديسيجن ميكنج، تمام، بشكل ذكي وسريع. اوكي. فهي من الادوات او من اقوى الادوات عندك لتنظيم الداتا، تمام، وانك تعمل تقارير، وانك تقوي فكرة الديسيجن ميكنج بتاعتك. تمام. تمام. عندنا هنا بقى جزئية ال Popular Database Management Systems. تمام. آه، هنا عندنا نوع جديد من نوع الداتابيز او السيرفيس بتاعتها، في حاجه اسمها دي اي اس او داتابيز از ا سيرفيس. لو تفتكروا كان في شابتر 3 برضو على ما اتذكر، شابتر 3 تقريبا، ان احنا كان عندنا حاجه اسمها اس اي اي اس او السوفت وير از ا سيرفيس برضه. تمام. بدل داتابيز سوفت وير. دي كانت فكرتها ايه؟ بتاعت القديمه بتاعتنا اللي هي اس اي اس دي، انك عندك عايز ابلكيشن معين لمده معينه بدل ما تشتريه. اوكي. بدل ما تشتريه لفتره دائمه وانت اللي تتعامل معاه، لا، انت يعني اكنك بتدي فلوس لحد مثلا. تمام. كمثال بسيط، بتدي فلوس لحد انه يعمل لك الخدمه دي، اوكي، لمده معينه. ايا كان بقى الاشتراك ده بيبقى ايه، مدته قد ايه ومبلغه قد ايه، دي حاجات تفاصيل بالاتفاق يعني. اوكي. انما فكرتها انك بدل ما يبقى عندك السوفت وير عندك بشكل دائم، وانت مش محتاجه مثلا بشكل دائم، انت محتاجه بشكل مؤقت. تمام. وكمان انت مش عايز انت اللي تستعمله، او مش عايز انت اللي تديره بنفسك، فبالتالي تلجأ لحاجه اسمها ايه، سوفت وير از ا سيرفيس. هي زيها زي الداتابيز از ا سيرفيس او الدي اي اي اس. اوكي. دي عبارة عن ايه؟ دي هي شبه السوفت وير از سيرفيس. وهنا الداتابيز تبقى موجودة على سيرفرات الشركة المقدمة للخدمة. يعني ايه؟ يعني اكنها الخدمة لمدة معينة وبتديرها بالكامل. يعني ايه خلاصة الكلام ده ايه؟ ان انا الدي اي اس دي بيحرر الشركات من ادارة الداتابيس بنفسها، ويقدم مرونة وسهولة في الوصول. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا كشركة، انا شركة مثلا او ايا كان، عايز حد يدير الداتابيس بتاعتي. تمام. بدل ما انا اديرها بنفسي، فبلجأ للفكرة بتاعت الداتابيس از سيرفيس. تمام. ان انا زي اكني بخلي شركة أو أيا كان مؤسسة تانية، أو حد يدير لي الداتابيس بتاعتي بدل ما أنا أديرها بنفسي. أوكي. فهي عشان كده بنقول إنها بتحرر الشركات من إدارة الداتابيس بتاعتها بنفسها. أوكي. وده بيقدم مرونة وصول في الوصول. أوكي. إن أنت مش عايز حد يدير لك الداتابيس بتاعتك. تمام. فأنت بتخلي حد يديرها لك. اوكي. وبتبقى بشكل مؤقت. تمام. ده خدمه مثلا باشتراك ايا كان، سنوي، شهري، ايا كان المده اللي انت عايزها يعني. وزي ما قلنا برضو، فكره السوفت وير از سيرفيس هي بتبقى على حسب المده. تمام. او على حسب انت محتاج الخدمه دي لمده قد ايه، وبتتم باتفاقيات طبعا. اوكي. عشان ما نخش في تفاصيل ملهاش اي لازمه عندنا يعني. تمام. فالمهم كده، اعتقد مفيش اي حاجه تانية تتقال هنا. تمام. أه... للاسف انا مش هقدر اخلي
اخلص الشابتر الاخر في الفيديو ده. تمام. اول حاجه مش عايز الفيديو يبقى طويل قوي، هو مش هيبقى طويل قوي، هو لو انا كملته مثلا هيخش له في ساعه، وساعه دي مش كتير قوي. تمام. بس الفكره كلها ان اصلا الفيديو ده طبعا زي ما انتم شايفين فيه معلومات كتيره جدا، تمام، فيه تفاصيل والكلام ده كله. فعشان انتوا تستوعبوه وكمان انا اقدر اشرحه لكم بشكل او بكفاءه عاليه يعني. اوكي. فعلشان ما اقصرش معاكم في شرح اللي جاي او كده، فهضطر ان انا الجزء اللي جاي اسيبه البارت لوحده. اعتقد هنا الفيديو ده هيبقى في رينج نص ساعة. البارت اللي جاي هيبقى اقل من كده بكتير، ممكن يبقى تلت ساعة كمان. اوكي. فهيبقى حاجة خفيفة، بس الفكرة كلها عشان انتوا تاخدوا كواليتي شرح اعلى، يعني تبقى عالية، وفي نفس الوقت حجم الفيديو هيبقى قليل. تمام. ده هيحسسكم بسلاسة اكتر، هو عامل نفسي مش اكتر يعني. اوكي. المهم، اتمنى ان المعلومات اللي قلتها النهارده تكون وصلت لكم، وانكم تكونوا استفدتوا، وان الدنيا بسيطة. ومعلش الشابتر ده تقيل حبتين. اوكي. بس زي ما انتم شايفين هو مربط كذا حاجة ببعضها، وكله مرتبط ببعضه. في تفاصيل كتير للأسف، بس ايه، بالفهم والكلام ده كله تكتب نوتس جنبي زي ما قلنا. تمام. في اول فيديو خالص عايز تكتب نوتس جنبي جت اكتبها. عايز تقرا الشرح بالانجلش تاني بعد ما اشرح انا الجزئيه اللي انا شرحتها. تمام. بس ايه، عشان تثبت المعلومة يعني. اوكي. زي ما قلت لكم، انت لما تفهم مش هتحتاج تحفظ كتير. انت لما تفهم هتسهل على نفسك هتسهل على نفسك الحفظ. اوكي. وفي حاجات انت مش هتحتاج تحفظها لان انت بالحل كتير. طبعا انا منزل لكم شيتات لحد شابتر 3، واول ما نخلص الشابتر ده هنزل لكم شيت شابتر 4 وشيت شابتر 5. والاسئله اللي في الاخر هنا باذن الله باذن الله هحلها معاكم لو عرفت احلها في فيديو. تمام. هحلها. لو ما قدرتش هنزلها لكم كشيت باجاباتها والكلام ده كله. ممكن كمان لو ما عرفتش اصورها لكم ابسط لكم او افسر لكم سبب الاجابه يعني. اوكي. فانا هحاول ان شاء الله ابسط لكم الدنيا، واتمنى انكم تكونوا مستفيدين وفاهمين الدنيا ومبسطه لكم. زي ما قلت لكم، لو حد عنده اي مشكله، اي استفسار، اي سؤال، يبعت لي انا برد على كله. تمام. ممكن تبعت لي او تكتب في الكومنتس عادي هرد. تمام. واتمنى ان الماده تبقى اتسهلت على قد ما اقدر سهلتها لكم. اوكي. وباذن الله اللي جاي كله يبقى ابسط كمان، ومع الحل والكلام ده كله الدنيا تتبسط اكتر واكتر. ف اشوفكم على خير البارت الجاي. تمام. و... والسلام عليكم.